العدد الصامت وهذا الأخطار نتاعو كما ذكر الملازم، ذكر لنا الأسباب والمخاطر والحلول بارك الله فيه. ونحن قبل ذلك على بالكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أننا لا نترك النار موقدة في البيوت، ما نخلوش النار شاعلة في الدار. ربما كاين اللي يغيب يوم ولا يومين ويخلي الحالة شاعلة وخلاص ماناش عارف. هذه راه طامع كبرى. على بالك بلي احنا العدو، شكون العدو تاعنا احنا؟ كل واحد فينا شكون عندك العدو ولا ما عندكش؟ عندك العدو صح. طيب ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العدو لازم ديروا عدو، وانت مادام عندك العدو هذا راه يتربص بك ولا ما يتربصش بك؟ صح، يتربص بك ويلقى لك قداش الفرصه صح. طيب اذا على بالك بلي الشيطان يجي عن طريق هذيك المدفأة ولا هذاك البورمو ويحرق لك الدار ويخليك هكذا باش تفهموني مليح. علاش؟ اسمع مليح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وش قلنا فيه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عباس: جاءت ثأرة فجرت فتيلا. الفتيل على بالك اللي كما نقولوا خيط صغير اللي كانوا يشعلوا به الموقد هذا كما نقولوا الكانكي وكذا والحاجة فتيل هذا الخيط هذا. شفتوا الشمعة الخيط هذاك تاع الشمعة هذاك يسموه الفتيل وقيس على ذلك. قال: فجاءت ثأرة أكرمكم ثأرة، جابت هذه الفتيلة هذه شاعلة فيها شوية تاع نار، جات ورماتها وطاحت على السجادة اللي كان قاعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الزربية اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأحرقت مكان الدرهم. كما احنا نقولوا قيس هكذا، قيس 500 كبيرة هذه. شفتوا 500 كبيرة صح. طيب لأنه قديما يقول لك الدرهم مش معنى الدرهم هو يقصد به كاين الدرهم الباغي مثلا جاي في البغل أكرمكم الله في الرجل تاعو كذا والدرهم هكذا كما احنا نقولوا قيس حوالي كما 500 كبيرة. قال: فأحرقت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، أطفئوا المصابيح، أطفئوا النار. إذا نمتم جعفر كما قال الملازم قال لك انت في الدار قالها ولا ما قالهاش؟ اسمع، أما لا قبل أن نقول لا يلا قالها النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله. فقال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، طفي المصابيح طفي النار وكذا. قال: فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا. قال الشيطان يدل مثل هذه معناتها مثل فأرة، يقدر ماشي فأرة، يقدر مش عارف ايش حاجة. المهم قال مثل هذه والأمثلة كثيرة. قال: فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا. قال: فيحرقه. أما الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديث آخر قال: غط الإناء كنت تعتقد الإناء فيه ماء ولا حاجة غطيه، سمي له غطيه ما تخليش هكا مفتوح. اللي جاء يشرب منه الشيطان يشرب والهواء تشرب وما مش عارف كاع اللي جاي يشرب. قال: إذا نمتم قال: غطوا الإناء وأوكلوا السقاء. معناها عندك قدرة هذه ولا مش عارف ولا هذه من السنة أنك تقلبها أوكلوا السقاء وأغلقوا الباب، خليش الباب تاعك مفتوح راكد ومش عارف كاع شكون اللي يجي. قال: وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل يدل أي دابة ولا أي حشرة تجي ما يدريك بالك بالبلد وتلفت لك مش عارف شوية تاع نار وترميها لك والشيطان يدلها على ذلك فيحرق بيوتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك فعلينا أن نأخذ الحذر دائما لأن الشيطان لنا عدو فلنتخذه عدوا.
اللي عنده كاش كلمه ولا كاش اضافه ولا الناس عنده كاش اضافه ولا الله يبارك فيك ربي يجزيك ان شاء الله ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم. بالاخير كان اعتبر تصدق ب 50 في المسجد وعنده شويه مشاكل وكذا، وهو مقبل هذا الاسبوع على المقاضاه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفك شمله وان يلم شمل اسرته وان يحفظه وان يبارك في ماله. ايضا هناك شاب يتبرع بيته في المسجد، فنسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر اموره وان يحفظه وان يبارك له في ماله وان يبارك في اهله وان يرزقه الزوجه الصالحه، كما نساله سبحانه وتعالى ان يحصنه وان يحصن شباب المسلمين. ايضا حتى لا انسى كما قلنا من قبل ان المسجد ما زال عليه ديون، فالرجاء كل جمعه مثل هكذا في كل جمعه الجمعيه في الخط كما تعرفوا عنه في الخط الطاقه تمام الانسان بما نوى، واحد يقرا واحد 2000 واحد 3000 واحد مش 5000 ولا هكذا ان شاء الله، لانه الدين حوالي احسن ما خبروني انهم حوالي 70 مليون وحاليا راح حوالي 70 مليون. ان شاء الله ربي ييسر الامور حتى تقضى هذه الديون. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكل من ساهم بالقليل او بالكثير من بعيد او من قريب، كما نساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. رجاء
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض ليستخلفه في هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد اتفقت الشرائع السماوية وعقلاء بني آدم أن أهم ما يصلح به حال البشر هو حفظهم ل5 أصول، وهو ما يطلق عليه بالضرورات ال5 بالتشريع الإسلامي. وهذه الضرورات ال5 هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. وحديثنا اليوم عن حفظ النفس، هذه الضرورة التي جاءت الشريعة الإسلامية فشرعت لها من الأحكام وافية من حيث الوجود والاستمرار. فشرع الله الزواج من أجل التناسل والتكاثر، ولذلك اعتبر الله العلاقة الزوجية رباطا مقدسا، واعتبره آية من آياته الكبرى في الكون، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن قواعد الوجود أيضا أمد الله هذا الإنسان بما يديم له وسائل البقاء والنماء، فأوجب عليه أن يمد نفسه بالطعام والشراب والملبس والمسكن والتنقل والدفء في وقت البرد. وحرم عليه أن يمتنع عن هذه الضرورات، حتى أنه سمح للإنسان إذا خشي على نفسه الهلاك سمح له أن يأكل من الميتة بالقدر الذي يحفظ به حياته. فقال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يا إخوة الإسلام، لقد حرص الإسلام أشد الحرص على حماية هذه النفس من كل ما يصيبها ومن كل ما يلقي بها إلى التهلكة، كما قال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وحط الشرع الحنيف على المحافظة على الأرواح والممتلكات وعلى الوقاية من الأضرار عامة قبل وقوعها، وذلك بأخذ الأسباب المشروعة لاتقاء وقوع الحذر.
وكذلك التعامل مع الأضرار إذا وقعت. والسنة المطهرة زاخرة في تبيين هذا الأمر والتأكيد عليه. من ذلك قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. وحذر الحبيب عليه الصلاة والسلام من ركوب البحر إذا هاج، فقال عليه الصلاة والسلام: من ركب البحر بعد أن يرتج فقد برئت منه الذمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فجرت فتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت فيها موضع الدرهم. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. فالحامل والدافع للفأرة على جر الفتيلة هو الشيطان، عدو الإنسان الذي يسعى لإحراق بني آدم في الدنيا والآخرة، فهو عدو متربص ببني آدم في كل وقت وفي كل حين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك قال أهل العلم: من فرط فترك النار موقدة حال نومه فقد خالف السنة. من ترك النار مشتعلة حال نومه فقد خالف السنة. وكثيرا ما نسمع عن فواجع مؤلمة تؤدي بحياة أفراد وربما أسر بكاملها جراء تساهلهم بإبقاء النار حية مشتعلة أثناء النوم، وبالتساهل في أخذ الحذر والحيطة من تسرب الغاز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حفظ النفس هو حفظ الأرواح من التلف أفرادا أو جماعات. فحفظ النفس واجب قبل وقوع التلف، مثل مقاومة الأمراض السارية في البدن بالذهاب إلى الطبيب وشرب الدواء وغيرها. وكذلك من حفظ النفس أخذ الحيطة والحذر من تسرب الغاز. ولنا في سيرة السلف الصالح الأسوة الحسنة في حفظ النفس قبل وقوع الضرر، وهذا غير مناف للقضاء والقدر. ولذلك لما خرج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه ذاهبا إلى بلاد الشام، وكان معه بعض الصحابة، وفي الطريق علم أن مرض الطاعون قد انتشر في الشام، فاستشار الناس، فمنهم من قال له بأن نكمل السير، ومنهم من قال بأن نرجع، فقرر الرجوع، ومنع من معه من دخول الشام. فاعترض عليه الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله، أفرارا من قدر الله؟ قال له أمير المؤمنين عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة،
فقال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأخذ الحيطة والحذر ليس منافيا للقضاء والقدر. فالله نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا يا رب إلا شفيته، ولا مريضا يا رب إلا شفيته، ولا مريضا يا رب إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما يا رب إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا ولا مسافرا إلا رددته إلى أهله سالما غانما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إن بالعباد والبلاد ما لا نشكوه إلا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واستغفروه من ذنوبكم يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
الرحمن الرحيم